كلمة واحدة تقدر تبدل حياة إنسان وتقلبها تفاهة عليها، ماشي حيت قوية، حيت التأثير ديالها كبير بزاف. اليوم غادي نهضروا على قضية شغلات الرأي العام بلا سب بلا تشهير، غير فهم وتحليل. إلياس المالكي من أشهر الستريمرز في المغرب، كيهضر قدام الآلاف ديال الناس. الشهرة مسؤولية كبيرة قدام الله وقدام العباد. واش كل كلمة كدوز بحال ما طرا والو؟ وهذه السينيال قبل يبان تكون على القرص ماشي شيء محلول. باغي توقف حدا صب دير لي السينيال صافي، والله حدا صب باغي دير لي السينيال. هذه هي اللحظة اللي غيرت كلشي وقلبات حياة إلياس المالكي، تباهى عليها. هاد الكلمة اللي خرجت من إلياس المالكي تفسرات لأنها إهانة لمدينة الطاكسيات. وقال الله في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا. قالوا الناس زمان الكلمة من كتخرج من الفم ما كترجعش، ذات ردود فعل الناس اللي تهانوا. وهنا خرجت القضية من السوشيال ميديا إلى الواقع. اما دابا راه الشي راه هاد البركه كون جيت ناخذها بجديه راه ولا راه حبس، هادي راه حبس في المخ، غتبقى ديما فيما كذا وما كاينش شي حاجه اللي كبيره. شي الناس اش داروا؟ ما كاينش والو، تسربوا اوديواتهم والناس ما عرفتش داروا روينه والامور اصاحبي مهديه، ويجيو لك اصاحبي بنادم وليدين الاجتماع علقوا لك في كازا وتقيد بويله ضرب الاجتماع شنو هو؟ راه هذه هذيك الكلمه اللي راه السب ديال الوالدين راه ما سبيت حتى واحد والديه. الاعتذار كما علمنا الإسلام خاصو يكون بتواضع، وهنا إلياس المالكي بان بأن التواضع ديالو ماشي في المستوى اللي علمنا به الإسلام، وهادشي اللي خلى الطريقة ديالو ما كانتش موفقة، وهادشي اللي خلى بزاف ديال المهنيين ما يقبلوش الاعتذار ديالو، وهادشي اللي خلى قضية تخرج من يوتيوب ودخلات للمحكمة. ما كاين تا واحد فوق القانون. شخص معروف وشخص مشهور وستريمر معروف، ولكن القانون ما كيفرق بين شخص عادي أو ستريمر أو مشهور. ولكن الخطأ كيبقى خطأ، والإلياس المالكي دار خطأ وخاص تعاقب عليه. وهنا تشهر قانون جديد 43/22 اللي طبق عليه في المحاكمة ديالو، اللي كيبدل عقوبة السجن إلى عقوبة أخرى. واش هاد القانون كيطبق على أي واحد؟ لا، حيت إلياس المالكي راه ما كيتعتبرش مجرم، غير ارتكب جناية صغيرة. وهاد العقوبات اللي كيبدل بهم هاد القانون الحبس مثلا، بحال النظافة ديال الشارع وبزاف ديال الحوايج. الخطأ شي حاجة عادي، واصلا بنادم كامل كيخطأ، ولكن الانسان خاصو يتوب من الخطأ ديالو وما يرجعش ليه، وبعد التوبة خاص الانسان يصحح الخطأ ديالو. وهذه نصيحة للناس كاملين، حاول انك تراقب كلامك وتراقب لسانك اش كيقول. الشهرة مسؤولية والقانون فوق الجميع. وفي الختام، الله يجعل كلامنا شاهد لينا ماشي شاهد علينا. ولا عجبتكم القناة حاولوا انكم تدعموها بلايك واشتراك وداعم.